تقريبا الأغلبية اتربوا على مشاهدة مسلسل الضوء الشارد وعلى نغمته، حتى لما بيتعرض دلوقتي الكل بيتجمع عليه. ده كمان المسلسل أياميها كان بيضم عدد كبير من الوجوه الجديدة، ومن ضمنهم جيلان اللي كانت بتلعب دور حبيبة فارس وبتجري وراه. وعلى الرغم من شهرتها بعدد بس قليل من الأعمال، لكنها اختفت فجأة بشكل غير متوقع، وخصوصا بعد دورها في مسلسل الضوء الشارد. بعدها الناس بدأوا يتساءلوا راحت فين، وهو ده اللي هنكشفه ليكم في السبب الحقيقي وراء اختفائها. اسمها الحقيقي جيلان إبراهيم فؤاد زكي. درست القانون وكانت بتقوم بتحضير ماجستير ودكتوراه عن الإدمان، وإزاي بتحول المدمن كعضو فعال ومصلح للمجتمع عن طريق الدعم النفسي. بعد ما بدأ بقى مشوارها الفني وكان عمرها 16 سنة، وكانت في بدايته كان مسلسل تزوج وابتسم للحياة، ده كان سنة 1988. بعدها اختفت عن الساحة الفنية لاستكمال دراستها. بعد 9 سنوات عادت تاني في فيلم سبق الإصرار، كان مع يوسف شعبان، وهو اللي رشحها للمخرج مجدي أبو عميرة عشان تعمل معاه مسلسل الضوء الشارد، وده كان سنة 1998، اللي كانت بتلعب فيه دورة حبيبة فارس اللي كانت بتجري وراه وعايزة توقع ما بينه وبين منى زكي، اللي كان رافض أخوه إن هو يتجوز بنت الميكانيكي. انتقالها لحياتها الشخصية ده اللي خلاها ابتعدت عن التمثيل. اتجوزت من ضابط شرطة اسمه محمد رضا. كانت حياتهم في البداية مستقرة لحد ما فجأة بدأ يتغير معاها. بدأ كل يوم يتعدى عليها بالضرب. مش بس كده، ده بدأ بتعاطي المخدرات. حاولت معاه كتير إنها تبعده عن الإدمان، بس للأسف كل المحاولات فشلت. وفي يوم 28 مارس سنة 2000، وهو كان نفس يوم عيد ميلاد زوجها اللي هو محمد رضا، بعد سهرة طويلة مع أصدقائه في البيت للاحتفال بعيد ميلاده، ساب البيت ومشى لما الأصدقاء كانوا بيغادروا البيت. وكان تحت تأثير، دخل تاني البيت بعد نص الليل وكان تحت تأثير جرعة كبيرة من المخدرات. وفي نفس الوقت دخل عليها الغرفة وسمعها وهي كانت بتتكلم في التليفون مع واحدة من أصدقائها، وبتقول لها إنه عصبي جدا وبيقوم بالضرب عليها، بالاعتداء عليها بالضرب كل يوم. وطلبت منها إنها تجيب لها جرعة كبيرة من المنوم عشان يبقى عندها وتديله منه عشان تتجنبه. لما سمعها بتقول كده صارت غضبه ودخل عليها بآلة حادة وبدأ يضربها في أنحاء متفرقة في جسمها لحد ما قطعت النفس وماتت جيلان. بعدها أخدها وحطها في البانيو وقال إنها وقعت في البانيو وماتت، بس المحكمة أثبتت بالدليل إنه غير متزن ومدمن. ده كمان أهلها والجيران شهدوا في المحكمة إنه كان بيتعدى عليها كل يوم بالضرب. ومش بس كده، العسكري اللي جابه عشان يمسح معاه آثار الدم في الشقة هو كمان اعترف عليه في المحكمة إن هو أخدها وحطها في البانيو وعشان يقول إن هي ماتت في البانيو. ومن هنا ماتت جيلان 28 مارس سنة 2000، ومشوارها الفني لم يتجاوز ال3 أعمال، وكمان ما كملتش دراستها. ومن هنا يكون وصلنا لحد آخر حكايتنا. ومش عايزاك تنسى اللايك والشير للفيديو، ولو كنت لسه مش مشترك في قناتي بتمنى تشرفني وتنورني باشتراكك عشان قناتي تكبر بيكم. مع السلامة.